يا صباح الفل. طبعا الفراخ غليت واللحمة كمان غليت. خلاص مش هنعمل كفتة، لا هنعمل كفتة من غير لحمة ومن غير فراخ، بمكون او بديل تاني خالص بيكون طعمه حلو قوي ومغذي جدا. نقدر ناكلها بعيش، نقدر ناكلها مع الرز زي اي نوع كفتة عادي. شايفين شكلها قمر ازاي، وبيكون كمان طعمها حلو قوي. عملناها ازاي، الطريقة والمقادير ده اللي هنشوفه مع بعض في الفيديو. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس، وطبعا لايك للبيج ولايك للانستجرام. ونبدأ ونقول بسم الله. اول حاجة معايا نص كيلو من العدس، هضيف عليه مية سخنة او مية مغلية. لازم المية كده تغطيه والمية تكون سخنة كويس قوي، وهبتدي اقلبه في المية السخنة ويتنقع معايا من ساعة لساعة ونص، لحد العدس ما يتنقع معايا كويس قوي في المية، ويكون معايا بالشكل ده كده. الحباية تكون نفشت وحجمها كبر بالشكل ده كده. كده خلاص بقى جاهز معايا. هصفيه من المية وهبتدي اضيف عليه المكونات بتاعتنا. بصلاية كبيرة، معلقة كبيرة من الثوم، معلقة كبيرة من الفلفل المفروم او هريسة الثوم او هريسة الفلفل، واضيف عليها كوباية من البقسماط، وهبتدي اقلبه كويس قوي مع بعض، كل المكونات كده مع بعضها لحد العدس ما يتقلب معايا كويس قوي في المكونات. هبتدي اضيفه للكبة وهبتدي افرمه معايا في الكبة او في المفرمة او اي حاجة متاحة عندك، وهفرمه كويس قوي. هو بياخد فرم كتير شوية، وعشان المكونات كلها جافة معايا ما فيش فيها اي سوائل، هبتدي اضيف كوباية من المية السخنة على كفتة معانا وهي بتتضرب كده في الكبة، وهبتدي افرم تاني كويس قوي لحد كفتة ما تنعم معايا كويس قوي، والعدس يتفرم كويس قوي مع المكونات. كده خلاص الكفتة اتفرمت معايا وبقت جاهزة وبقت معايا بالشكل ده. لازم تتفرم ناعم كويس قوي زي ما انتوا شايفين. هبتدي اضيفها في بولة وبعدين احط عليها البهارات بتاعتنا، ملح وكمون وفلفل اسود وبابريكا ومعلقة كبيرة من بهارات اللحمة، وممكن نضيف اكياس بهارات الكفتة الجاهزة بتديها طعم حلو قوي. هقلب البهارات كويس قوي مع الكفتة وبعدين نبتدي نحمرها في زيت سخن. لازم الزيت يكون سخن كويس قوي، وزيت قليل ما يكونش زيت كتير، يعني يدوب الزيت يكون مغطي الجزء اللي تحت من الكفتة. تاخد معايا لون كده من تحت واحس ان هي خلاص بدأت تتحمر وخدت لون من تحت، هبتدي اقلبها على الناحية التانية. هنا انا حطيتها والزيت كان بارد شوية، لازم الزيت يكون سخن. هقلبها على الناحية التانية بعد ما تاخد لون، بقت معايا بالشكل ده كده. هبتدي خلاص اخرجها من الزيت واقدمها مع سلطة الطحينة. ممكن كمان نعملها في صلصة لو انتوا عايزين، بس لو هنعملها في صلصة نحطها قبل التقديم على طول عشان ما تفكش معايا في الصلصة. تعملها سندوتشات بيكون طعمها حلو قوي. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم افتكروني بدعوة حلوة، واستنى تطبيقاتكم هنزلها عندي على البيج، واستنى كومنتاتكم الجميلة اللي جربتوها قولوا رأيكم فيها. والسلام عليكم.